الشجرة القاتلة، شجرة المنشنيل، شجرة التفاح المميتة، بتقتل أي حد لمجرد بس إنه يقرب منها أو يلمسها. شجرة تعتبر من أخطر الأشجار السامة في العالم، وبمجرد تناول ثمارها بتكون سبب في قتل أي كائن حي، وده لأن ثمار الشجرة القاتلة عبارة عن فاكهة مميتة تعرف باسم تفاح الموت. والمخيف بقى إن بيبان شكله جميل وجذاب، لكن بعد تناوله بيكون سبب في تدمير الجهاز الهضمي، وده نتيجة للسم اللي موجود في كل جزء من أجزاء الشجرة. بالإضافة كمان إن استنشاق الدخان الناتج عن حروق فروع الشجرة بيؤدي لمجموعة كبيرة من الآثار الجانبية، زي مثلا التهاب الحنجرة والشعب الهوائية، وممكن يكون سبب كمان في فقدان البصر. وعلشان نعرف الشجرة دي كويس ومنقربش منها، هي موجودة في أمريكا الوسطى والجنوبية في المناخات الاستوائية. طب يا ترى هي ليه اسمها الشجرة القاتلة؟ وليه أي حد يقرب منها بتموته؟ لأن ثمارها بتنتج التفاح الأخضر، بيفرز مادة بيضاء في قمة الخطورة، مادة حارقة كاوية، بسبب تقرحات جلدية وحروق شديدة. وعلشان كده موجودة علامات تحذيرية كتير حوالين الشجرة لمنع أي حد إنه يقرب منها أو حتى يلمسها. وبالرغم من خطورتها الشديدة دي، لكن برضو ليها كتير من الفوائد، لأنها بتعتبر عامل أساسي في منع تعرية الشواطئ، وجذورها بتساعد في تثبيت الرمال. بالإضافة كمان إن القدماء استخدموا الشجرة دي لفايدة مهمة جدا، استخدموها في الحروب ضد هجمات الأعداء عن طريق طلاء رؤوس السهام بالمادة السامة البيضاء اللي موجودة في الشجرة. شجرة قاتلة، ثمرها سامة، وظلها بيعرض حياة البشر للخطر، وعلشان كده تم تصنيفها إنها من أخطر الأشجار السامة في العالم. ولو الفيديو عجبكم اعملوا لايك وسبسكرايب، واستنونا فيديوهات تانية جديدة.